مساء الخير واهلا وسهلا فيكم ضمن حلقه جديده من برنامجكم برنامج شو صاير. احنا اليوم السبت 3 يناير كانون الثاني 2026 و14 رجب، يعني نحن بليله انتصاف الشهر القمري، الشهر الهجري، الشهر العربي، ليله انتصاف شهر رجب. ومع دخول ساعات هذا الانتصاف ضرب زلزال قوي جدا آخر قبل قليل. الزلزال ضرب بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، ضرب جنوب المحيط الهندي تحديدا. وعلى فكرة هو نفس المكان اللي كان ضرب فيه زلزال قبل حوالي 4 أو 5 أيام من الآن. نفس المكان ضرب نفس المكان، وفيه هو صدع جنوب المحيط الهندي بقوة 6 درجات على مقياس ريختر. طبعا الخطير في هذا الموضوع مثل ما قلنا سابقا، الزلزال في المحيط بما أنه عادة أقل من 7 درجات فهو غير مخيف، ولكن المخيف بزلازل البحار والمحيطات عندما تبلغ 7 درجات بعمق مناسب هو إمكانية تشكل أمواج تسونامي. وبأي مكان ضرب بالمحيط قادرة أمواج التسونامي أن تصل إلى آلاف الكيلومترات. حتى في أمواج تسونامي قادرة تقطع محيطات من الشرق إلى الغرب، مثل زلزال عام 2004 اللي ضرب على سواحل جزيرة سومطرة الأندونيسية وقطعت أمواج التسونامي المحيط الهندي كامل من شرقه إلى غربه ووصلت إلى جنوب أفريقيا. فتخيل يعني هذا المخيف. طيب الآن المخيف أيضا هو انتقال الطاقة الزلزالية من جنوب المحيط الهندي باتجاه البحر العرب وباتجاه خليج عدن وأيضا باتجاه صدع البحر الأحمر، مما يعني أنه ممكن نشوف هزات أرضية في اليمن أو على السواحل الغربية للمملكة العربية السعودية أو على السواحل الشرقية لجمهورية مصر العربية، فممكن بالقرب من الغردقة وغيرها، ويبقى هذا احتمال لانتقال الطاقة الزلزالية. على كل لم يكن هذا هو الزلزال الوحيد الذي ضرب. أيضا كان في عندي زلزال ضرب طاجكستان بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر. الزلزال اللي ضرب طاجكستان ضرب على الحدود بين طاجكستان وأفغانستان، وأنا هذه المنطقة تحديدا سبق وحذرت منها كثيرا وقلت إنها عبارة عن فخ. هذه المنطقة عبارة عن لغم ممكن أن ينفجر بشدة في أي وقت ويحدث أضرار هائلة في دول عدة مثل أفغانستان وطاجكستان وحتى باكستان وأيضا الهند. ولكن ليست هنا الخطورة. الخطورة مثل ما قلت لك في البداية أن نحن في منتصف شهر قمري هجري، واليوم حنكون بعد ساعات قليلة أو يمكن بالفعل بالوقت اللي عم بتشوف فيه هذه الحلقة يكون صار بعد المغرب، يكون غابت الشمس بشكل فعلي، لأنه بمجرد غروب شمس اليوم أنت حتشوف، لازم تركز كتير بالسماء، حتشوف ظاهرتين فلكيتين نادرتين ويحمل كثير من الخطورة على صعيد الزلازل المدمرة. حتشوف القمر العملاق اليوم. إذا وبيقولوا له بعض علماء الفلك قمر الذئب، هيك بسموه. قمر العملاق اليوم حيظهر في السماء بعد غروب شمس اليوم، بعد دقائق قليلة من غروب شمس اليوم حتنظر إلى السماء وتشوف قمر الذئب أو القمر العملاق. وعلى فكرة ما حنشوف قمر عملاق آخر حسب مختصين بعلم الفلك حتى شهر نوفمبر القادم. فهذا هو أول ظهور للقمر العملاق في العام الجديد، وهو ظهور خطير جدا يوم 3 يناير. القمر اليوم حيبدو أكبر بنسبة 14% من حجمه المعتاد، وحيكون أكثر سطوع بنسبة 30% أكثر
من سطوعه المعتاد. خطير أيضا أن اليوم القمر سيكون في نقطة الحضيض بالنسبة للأرض، يعني في أقرب مكان للأرض. تعرف القمر بيدور حول الأرض، حيكون القمر اليوم في المكان الأقرب بالنسبة للأرض أو بالنسبة لكوكب الأرض، وهذا ما يمكن أن يعزز جاذبية القمر للأرض. وسبق وشرحنا هذا الموضوع، غير أن القمر يسهم بزيادة المد والجزر. اليوم حيكون عندي مد وجزر بشكل كبير. أيضا هناك عامل ثانوي أو يعمل هون كعامل محرض، القمر على جذب الطاقة الزلزالية من تحت الصدوع والخطوط الزلزالية والخطوط التكتونية. وهنا هذا شيء خطير جدا، يعني ممكن يكون بالفعل اليوم نحن اليوم أو بكرة أو من هون ل 48 ساعة ممكن نشهد زلازل مدمرة. يعني أنا بحط نسبة 70 إلى 80% إنه نشهد خلال الساعات القادمة زلزال مدمر. لن يكون القمر العملاق لحاله كظاهرة نادرة، اليوم حيكون مترافق، وهذه الظاهرة النادرة جدا حيكون مترافق مع زخة شهب الرباعيات. حيكون عندي تساقط كثيف للشهب. الشهب هي صخور فضائية تدخل الغلاف الجوي بسرعة عالية، وهي بقايا صخور فضائية، بقايا أحد الكواكب، صخور أو بقايا أحد النجوم، صخور فضائية بتدخل بسرعة عالية فتشتعل وتترك خلفها ذيول نارية. وطبعا هذه الشهب اليوم ممكن نشوفها في نصف الكرة الشمالي. أما القمر العملاق فنقدر نشوفه في مختلف أماكن العالم. أنسب وقت لمشاهدة مثل ما قلنا القمر العملاق اليوم هو بعد غروب الشمس مباشرة أو قبل شروقها بدقائق. الشروق حتكون واضحة، عادة تكون واضحة بشكل كبير، ولكن لأنه اليوم حيكون عندي القمر عملاق، هو المفروض معدل تساقط هذه الشهب 125 شهاب في الساعة، ولكن ما بتصور يعني نصف الكرة الشمالي حتشوفوا هذه الشهب، ولكن ما بتصور تشوفوا 125 شهاب. ليش؟ لأنه بتصور سطوع القمر الكبير جدا سيحول دون رؤية هذه الشهب. لأن دائما بقول لك لما بدك تشوف شهب ابتعد عن أضواء المدينة بسماء صافية بتشوفها. اليوم القمر حيكون ساطع جدا، فممكن تشوفوا 10 شهب بالساعة. إذا دققتوا ممكن نشوف 10 شهب في الساعة. يعني تساقط غزير للشهب اليوم يترافق مع قمر عملاق، يترافق مع قمر الذئب، يترافق مع منتصف شهر قمر هجري، ويترافق مع شيء بدأنا نشوفه على صعيد الزلازل القوية جدا. امبارح 6:30 المكسيك، اليوم 6 جنوب المحيط الهندي، 4:30 طاجكستان وعلى الحدود مع أفغانستان. ساعات خطيرة تنتظرنا، حنكون معك أول بأول حتى بآخر التطورات. كنت أنا معك أحمد الدرع، وأنا مقدم برنامج شو صاير. ضلوا بخير.